بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في كل مكان في هذا العالم الفسيح، صغر لي وتسمع عن في التفسير بالسهل الممتنع وبالبساطة الكلية تتوصل للحقيقة وربي كبير. سورة البقرة عظيمة للغاية، تقرب ليك المسافات في هذه الحياة. سورة البقرة كنز ما بحاله كنز، لا تبقى غافل، راه آية من الآيات تكرم علينا بها مولانا اللي مخفته خفية. وسورة البقرة تمعنوا فيها علماء كبار في جميع الميادين وداروا مزية، اعتنقوا الإسلام عن جدارة واستحقاق، وعرفوا هذا الدين بالنية. الإسلام نعمة من نعم الله. تبعوا معايا غادي توجدوا خبايا علمية. عاد اليوم لا نازا بدأت تكتشف آية مر آية. الانترنت السلاح ذو حدين، إما لك وإما عليك أخويا. قبل الطريق المعقول وسير واكتشف مزيان علوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الشيطان حسدنا آدم وحواء وكذب عليهم كيف مازال كيكذب علينا احنا. قال لهم غادي ندلكم على شجرة الخلد، شجرة مالها مثيل، وحلف لهم باللي راه من الناصحين. غواهم كيف مازال كيغوينا وكيغوي الأجيال تلو الأجيال. هذا شغله الشاغل، يخرب البيوت ويشتت العقول في كل الأحوال. يا ما فرق من آباء وأمهات على أولادهم وخلاهم تايهين مشردين. يا ما جنى على شباب وخلاهم حايرين في الشوارع مدمنين. يا ما زين طرق الزنا لشي بعضين ورماهم الجحيم. خسروا ما عندهم وكملوا بالدين وبقاو ربي كريم. نرجعوا لحديثنا، حديث سيدنا آدم وأمنا حواء. كلاو منها، والسبب الأول والأخير تثقب عدو الله اللي مازال تالنا. فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا سيروا وخليوا النعيم اللي حباكم به ربنا الكريم، ونزلوا للأرض. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. عيشوا وتمتعوا بالخيرات اللي أعطيتكم حتى يتسالى وقتكم ويجي أجلكم. هذا مصيرنا من يوم ما خرج آدم من الجنة. ربي ظلمنا أنفسنا، اعتراف لله بما وقع، لأن الله كيعرف كل حاجة في هذا الكون وما خفي عليه حتى خفي حاجة، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. دين الإسلام دين التوبة،
لكن التوبة النصوح الله سبحانه عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولو كانت كزبد البحر، لكن إذا كانت التوبة نصوح قلنا اهبطوا منها جميعا. منين؟ من الجنة. كلام الله واضح ما فيه اعوجاج، كل شيء باين. فإما يأتي مني هدى كتاب ورسول فمن تبع هدايا آمن بي وصلى وصام وسجد وركع وزكى وصدق ودار الخير فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندهم ميعاد معايا في الآخرة يوم لقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المؤمنين المتقين القانتين المتصدقين مآلهم الجنة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات هم الكتب والقرآن كيتكلم على كل بشر في كل وقت وزمان. وفي هذا العصر كاين كثير من الملحدين اللي ما بغاوش يعيقوا باللي راهم في طريق غالطة، غاديين في الشكارة مقطعة. الفيلسوف برنار شو قال لهم في آخر حياته هذا العالم في حاجة لرجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان بيناتنا بفنجان قهوة يفك مشاكل هذا الكون. وهذا الشيء عارفينه الملحدين، تكتب في الصحف والمجلات بجميع اللغات العالمية. وماشي غير هو، كثير من الفلاسفة من الغرب والصين وأمريكا وإنجلترا وروسيا والعالم جميع اعتنقوا الإسلام، لأن كلام الله واضح، غير اللي بغى يتعامى. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيها دائمين ما خارجين ماكثين إلى أبد الآبدين. هذا أمر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا بني إسرائيل أنتم يا أبناء يعقوب، ويعقوب هذا من أنبياء الله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ووفوا بعهدي آبائكم وأجدادكم، نجيناهم من فرعون وظلم فرعون وظلنا الغمام وأنتم كتشوفوا بعيونكم، وفلقنا البحر شقناه وسلكناكم في أمان، وقضينا على الطاغية القضاء المبرم وخليناه آية للعالمين. في بداية الألفية الثالثة وقعت واقعة اللي هزت العالم. مصر صبتت الموميا ديال فرعون رمسيس الثاني الذي عاصر موسى الفرنسا باش يتعالج، لأن هناك كان طبيب جراح عظيم اسمه موريس بوكاي. من بعد ما قبضت الجثة ديالو بقى مشلوط، تيقول مع راسو واش أنا موريس بوكاي جالس قدام فرعون الذي عاصر موسى. دار له العملية، من بعد ما دار له العملية بغى يبحث على ذاك السر المكنون اللي ما عمرو شافو في حياته، وبحث فوقاش اكتشفت الجثة ديال فرعون في سنة 1928 على ما أظن. من بعد ما بغى يعرف الحقيقة رحل المملكة السعودية وتلقى بعلماء وبينوا له بلي الله سبحانه عز وجل غرقه وخلاه آية للعالمين إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. وأوفوا بعهدي، آمنوا بسيد الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي خاتم الأنبياء والمرسلين. وأوفوا بعهدي فيها أبعاد يا سيدي، أوفي بعهدكم، عهدتكم بالتواب بالدخول الجنة وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزل من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة اللي فيها كيكتمل كلام الله، وبها كنوضح الأشياء مصدقا لما معكم من توراة حتى هو كلام الله، لكن ما يكونش محرف ولا مزور. ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن الخلف دار مدار، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. معناها لا تبدلوا لا تغيروا لا تهمشوا داك الشيء اللي تقال على حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثقوا بكلامي، كاين شي سفله بدلوا وغيروا في التوراة باعتراف يهود اعتنقوا الاسلام وعرفوا باللي محمد هو خاتم الانبياء والمرسلين. واياي فاتقون، اتقوا الله
راكم شفتوا بعينكم المعجزات، البحر انشق وفرعون غرق ونزلت عليكم المنة والسلوى وفضلتكم على العالمين. لكن فين هو الاعتراف؟ الاعتراف بالجميل فضيلة. ولا تلبسوا، ما تخلطوش ما تخرودوش، لا حيلة مع الله، لا تخلطوش الحق بالباطل ولا تكتموش الحق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بغيتوا أو كرهتوا فهو نبي العالمين. واش عين الشمس كتغطى بالغربال؟ محال. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، وانتم عارفين هذه الحقيقة بحال اللي كتعرفوا ولادكم. علاش عليكم هذا التعنت؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صلوا مع محمد وأصحاب محمد تنالوا ثواب الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ التوراة فيها كل شيء مذكور وانتم تتعرضوا كلام الله. التوراة سر مكنون، علاش تغيروه وتبدلوه؟ علاش تزولوا الحقيقة وتجهروا بالكذب؟ حرام. ولادكم جنيتيو عليهم بالمرة، ما بقاو لا مشيتهم لا مشيت الحمامة الحرة. الحلال بين والحرام بين، علاش عليكم هاد الجرة؟ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. التراة فيها الوعيد، كل وعيد للمخالفين. أفلا تعقلون؟ اللي يغدر مرة يغدر ديما، واللي يكذب مرة يكذب ديما ولو في كلمة. أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر، طلبوا المعونة، خص النفس تحبس على ما تكره، والصلاة نظرا للعظمة ديالها وقيمتها عند الله. وهذا خطاب لليهود من ديما، كيحبوا الرياسة، كيحبوا المال، كيحبوا الفخر. أمرهم بالصبر، والصبر هو الصوم، حيث الصوم كيكسر الشهوة، والصلاة كتورط الخشوع لله سبحانه عز وجل وكتقضي على الكبر والكبرياء. إن المتكبرين كانوا إخوان الشياطين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. معناها الساكنين إلى الطاعة، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، ميقنين كامل اليقين على أنهم راجعين لله في آخر المطاف، وهناك حساب وهناك عقاب. ما كان بينك وبين الله إن شاء غفر وإن شاء عذب، وما كان بينك وبين الغير تحاسب وتعاقب، وكل ذي حق حقه. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، معناها الساكنين إلى الطاعة. وإني فضلتكم على العالمين، وإني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، معناها طيعوني وسجدوا لي واركعوا لي وصدقوا وزكيوا. وهذا الشيء قال علماءكم في قديم الزمان، وهذا الشيء عارفينه أكثر من أي واحد في هذا العالم. واتقوا يوما لا تجزي نفسا عن نفس شيئا. صدق الله العظيم. سيداتي سادتي، أودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.